السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم جميعا، نورتوني وشرفتوني. يا مساء الخير، يا مساء الجمال على عيونكم. يسعد مساكم في كل وقت وفي كل حين يا رب، اللهم آمين. نبدأ كده الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلوا عليه. لو أول مرة بتشوفوا القناة يا ريت تعملوا اشتراك وتدعمونا باللايك والاشتراك والكومنت الحلو منكم، واستنونا في فيديوهات حلوة كتير. لو حابين أي حاجة، أي كومنت، أي حاجة، اكتبوا لي في التعليقات وبإذن الله برد عليكم. هنعمل مع بعض ايه حلوين؟ هنعمل مع بعض الكشري المصري على اصوله، احلى طعم ومن غير وقت ومفيش كلكعه، وحلل حلوه، 3 حلل بالظبط، وهنكون عاملين احلى طبق كشري مصري هتاكلوه وتقولوا يا سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوه. اول حاجه كده هنعمل ايه؟ جبت الحله بتاعتي، حطيت فيها المادة الدهنية ونزلت بحوالي نص كوباية شعرية. تمام تمام. وجبت الحلة التانية عملت فيها المية وعشان أسلق فيها المكرونة. تمام كده لحد كده، وهنقول تمام. هنجيب ايه بقى؟ معلقة شعرية، معلقة ملح على الشعرية كده، الملح اللي انا هستخدمه معلقة ملح على الشعرية علشان توحد لونها. الناس اللي بتشتكي وبتقول ان الشعرية لونها ما بتوحدش، حطوا معلقة ملح وشوفوا الفرق، بجد بجد هتدعولي. وكمان هحط شوية ملح في المية بتاعة المكرونة. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان المكرونة تبقى مملحة. مش هحط زيت علشان خاطر الزيت بيحجز الصلصة من على المكرونة. يعني لما بحطش زيت الصلصة بتلزق وبتبان كتير. شايفين بقى؟ ده لون الشعرية، ده اللون الحلو الذهبي الجميل. بجد كده حاجة، اللون تحفة زي ما انتم شايفين، اللون موحد اهو. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. لو وصلتوا معايا هنا انزلوا اكتبوا لي كومنت وقولوا لي بتتابعوني من أي بلد. العدس بجبة بتاعي أزيد من الربع كيلو بشوية، أنا نقعاه من باللي. طبعا ولادي قالوا لي يا ماما احنا عايزين كشري مصري، قلت غالي والطلب رخيص، أعمل لكم أحلى كشري مصري. كل الناس بتسلق العدس، انا بطبخ هنا العدس. وبصوا بقى على الجمال، جربوا الطريقة بتاعتي دي هتنسوا اي تجربة كشري مصري من بعد الفيديو ده، حقيقي والله تحفة. قلبت العدس كده بتاعي، شوحته مع الشعرية علشان خاطر يبقى مفلفل وحلو. تمام. ايه الاضافات بقى اللي انا هضيفها؟ هجيب، وهو ده سر الطعم الحلو، هعمل ايه؟ هجيب معلقة من الفلفل الأسمر، معلقة من الفلفل الأسمر، اللي هي معلقة البهارات اللي هي الصغيرة كده. أنا عاملة معلقة بهارات اللي هي بتيجي مع الآيس كريم، اللي هي بتيجي مع الحاجات اللي بنشتريها جاهزة. تمام. ابتديت كده ان انا اشوحه وهقلب. وبعدين حابين تضيفوا مرق الدجاج، تمام. حابين تعملوا بالطريقة دي زي ما انتوا حابين. انا بحب كده اضيف لها معلقة فلفل اسمر وبس. بس في ناس بتحب تضيف مرق الدجاج. دي بقى كل واحد زي ما بيحب. هعمل ايه؟ هبتدي كده اشوحها واغطي عليها واسيبها كده لحد ما اشم الريحة الحلوة. تمام. كمان المية بتاعت المكرونة بتاعتي ابتدت اهي تغلي. هجيب فيها المكرونة. الطريقة دي حقيقي حقيقي هتعتمدوا الطريقة دي بعد الفيديو ده. ما تنسوناش بقى لو وصلتوا هنا اعملوا لنا لايك يا حلوين. هغطي بقى كده على العدس واسيبه شوية يتشوح بس، وبعدين نشوف هنعمل ايه في المكرونة. انا هنا بوريكم ان العدس بتاعي ريحته بقت حلوة قوي. بقلبه وخلاص. في المرحلة دي بنزل عليه من الرز. انا ضفت نص كوباية من الرز او 3/4 كوباية على حسب ما انتوا حابين. طبعا غسلت الرز بتاعي كويس ونزلت بالرز اهو، وهبتدي ان انا اقلب وانزل المية زي ما احنا بنطبخ رز عادي خالص او كشري اصفر عادي. بس الفكرة ان انا نقعت العدس بتاعي. تمام. زي ما انتم شايفين بقى هقلبه كده تقليبة بسيطة مع بعضها، وهنزل بالمية وبعدين نغطيه ونسيبه بقى نطبخه عادي. اول ما المية بتاعته بتنشف بنوطي عليه على نار هادية وبنسيبه ونقول له استوى براحتك. بنزل اهو بمقدار المية بتاعنا، تقليبة كده حلوة جميلة،
واسيبه كده بقى إيه لحد بقى إيه ما أظبط له المية بتاعته. وبعدين خلاص تمام. هنا بقى هقفل عليه أهو، أغطيه وأسيبه. لما بيقلب بوطي عليه زي أكني بقلب رز عادي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلوا عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تنسوش كده الصلاة على النبي بتطيب الأكل وبتخلي الأكل طعمه جميل والله، وبتخلي فيه بركة في الأكل وفي كل حاجة. تمام. أغطي بقى وتعالوا نشوف المكرونة بتاعتنا وصلت لي فين. هنعمل ايه في المكرونة؟ عندنا المية غليت اهي، حطيت ملح فقط لا غير. زي ما قلت لكم حابين انتوا انا قلت لكم بلاش زيت، بلاش اي مادة دهنية. عندنا 3 انواع من المكرونة، مكرونة كوكا اللي هي صغيرة، واسباجيتي زي ما انتوا حابين. حابين تحطوا نوعين 3 4، نوع واحد زي ما انتوا حابين، كل واحد زي ما هو بيحب. نزلت كده بالمكرونة في المية السخنة اللي بتغلي الحلوة الجميلة دي. المحوط بالمكرونة كلها، وطبعا لحد ما مش بحب المكرونة معجنة ما تستواش قوي، واقلبها بقى تقليبة، وهسيبها برضو لحد احس ان هي استوت تمام زي بقى ما انتوا شايفين كده. قولولي انتوا بتعملوا العدس الكشري المصري بتاعكم ازاي؟ اكتبولي في الكومنتات وقولولي بتعملوه ازاي. انا هنا المكرونه بتاعتي خلاص بقت معموله اهي، وكمان هنا العدس بلدنه ونشف وهو هنا على التلدين. هاخد المكرونه بتاعتي دي اغسلها واصفيها واحطها في المصفى في قلب الحله. تمام. انا كده عملت كل حاجه. فاضل ايه حلوين؟ فاضل البصل والصلصه. ده البصل بتاعي، قطعت كده البصل حلقات زي ما انتوا حابين. طبعا بحط عليه شويه ملح وشويه فلفل اسمر. هنا كمان جبت بقى جبت نشا ودقيق ومبهراها، ملح فلفل اسمر كمون، اي بهارات انتوا بتحبوها حبيت اعملوها. تمام. هبتدي كده اقلبه كويس جدا جدا. لو عندكم وقت حطوها 10 دقايق في الفريزر. ما فيش عندكم وقت هتعملوا كله مع بعضه، مفيش مشكلة. أنا عن نفسي يعني عملت كله على طول. يعني أنا بكلمكم وأنا بعمل على طول يعني، ولا عندي في الفريزر ولا أي حاجة. وحقيقي كان مقرمش قرمشة تحفة. النشا بتفرق جامد جامد في القرمشة، وإن هو يحتفظ بالقرمشة بتاعته. بجد بصوا أنا أكلت كمية عدس كشري اليوم ده. أكلت طبقين محترمين. ما كنتش يعني، أنا بالطبيعي باكل طبق وخلاص على كده. من حلاوته وجماله نسفت طبقين. فاهو هقلبه كده. حطيت الزيت بتاعي. طبعا بنستخدم شوية زيت كده محترمين، وهبتدي ان انا اقلبه. خلاص كده خلاص. ننزل بقى على الزيت. الطاسة بتاعتي تكون واسعة وفيها الزيت اهو. هبتدي احط كله. هو مش يعني انا مزودة زيت، فاحط كله مرة واحدة. تمام. اللون ده بقى كل واحد بيحب بلون معين، فكل واحد يعمل اللون اللي هو عايزه. حد عايزه فاتح، حد عايزه غامق، زي ما انتوا عايزين. تمام. انا نزلت كده بكمية البصل بتاعتي، هديها اللون اللي انا عايزاه. وبعدين هنشوف هنعمل الصلصة ازاي. طريقتي حلوة جدا جدا جدا. دي الطريقة اللي بعتمدها. بصراحة ما حبيتش الكشري اللي هو الحلة الواحدة. انا بالنسبة لي الكشري ال3 حلات دول. انا يعني الكشري بالنسبه لي هو ال3 حلات دول. لو ما فيش قدامي ال3 حلات دول على البوتاجاز، يبقى انا كده ما اكلتش كشري وماليش دعوه. انا كشري الحله الواحده ده مش بحبه اطلاقا، لان انا ما حبتوش حرفيا. مش الكشري المصري بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. تمام. اللون ده بقى اللون قلت لكم زي ما انتوا حابين، يعني انتوا اديها اللون اللي انتوا حابينه. قولوا لي لو حابين ان انا استمر في فيديوهات الطبخ واشارككم الايام بتاعتي، وانزل لكم انا عملت ايه النهارده وروتيني هيكون عامل ازاي. قولوا لي لو حابين ان انا بس القناه تكون على الطيور بس، فقولوا لي برده، وباذن الله اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. تمام. زي ما انتوا حابين ان هي تكون متنوعه، فيها طيور، فيها يوميات، فيها طبخ. قولولي وبإذن الله
نكون عند حسن ظنكم دايما. ده اللون اللي انا حباه وده اللون اللي انا عايزاه، حاسه ان البصل مقرمشه وجميله. هستكفى كده بيه، هقلبه وهبتدي ان انا اطلعه بقى على الطبق بتاعي. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. انا كده شلت شويه من الزيت بتاع البصل ده، طبعا صفيته وحطيت فيه بصلايه كده، قطعتها كده زي ما انتم شايفين بالسكينه. وهبتدي بقى اعمل الصلصه بتاعتي. انا بحب اللون ده، مش بحب احرق البصل علشان ما يلهلبش زياده، لان طبعا دقه وحاجات وحركات كده يوم الكشري، فالدنيا بتبقى بايظه عندنا. انا بحب وانا بحمر البصله احط البهارات، الريحه بتبقى تحفه. بصوا بقى، الريحه كده بتبقى قلبة الدنيا. حطيت معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الكمون، حابين تحطوا شطه يا سيدي يا سيدي، مش حابين خلاص براحتكم. والملح بتاعنا تمام، قولوا تمام يا حلوين يا قمرات. وده الكمون. وهنزل بقى كده بالصلصه بتاعتي او الطماطم. طبعا الفتره اللي فاتت كانت الطماطم رخيصه شويه، فانا جبت قفص طماطم وابتديت ان انا اسبكه وعملته صلصه وعماله استخدمه. تمام، انا كده جبت كيس صلصه ونزلت بيه، وهغطي عليه لحد ما يتسبك ويبقى خلاص جاهز ليه يبقى جاهز لل ايه آه، الكشري بتاعنا. عندي بقى التومية زي ما انتوا حابين، ممكن تعملوها على البارد وممكن تعملوها على السخن. انا هعملها على البارد. تمام، معايا ايه؟ معايا شطة وكمون وملح وتوم كتير، ومعايا طبعا الخل حاجة اساسية. هدوق الحاجات دي كده مع بعضها في الهون واحط شوية الخل وهتبقى احلى دقة. تمام. حابين برضو تعملوها على السخن، بتغلوها. تمام. وده كانت بقى الشكل النهائي، حاجة كده تحفة التحفة. شايفين الحلاوة؟ شايفين الجمال؟ والله والله استاهل. بصوا، مش لايك واحدة، استاهل 100 لايك على الطبق الحلو القمر ده. شايفين بقى حاجة كده ما اقولكوش. آه، اهو شايفين ده الكشري بالنسبه لي، لازم يكون عندي الثلاث حلل دول وطبق الدقه، كوبايه الدقه، اي حاجه. بصوا يا سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوه. حبيت اوريكم كده المنظر. البوتاجاز لازم يكون عندي الثلاث حلل دول علشان اقول ان انا طبخه كشري مصري. ده القمر ده كلفني الثلاث حلال دول حرفيا، حاجه كده وهم. استنونا في فيديو جديد ويوم جديد، واستنونا في وصفة جديدة، روتين جديد مع الطيور أو مع المطبخ زي ما انتم متعودين. استنوني في رعاية الله وحفظه جميعا. السلام عليكم.